مقدر روش باش جنن هجا شهيد ريبيري كوشي نامن صاغن تجار نامرة كونفرانس يمثل النساء في شمال وشرق سوريا لإيصال رسالة إلى الدولة السورية وإلى دول الجوار المعنية أيضا بملف الدولة السورية، دولة سوريا المستقبل، سوريا الجديدة، لتثبت المرأة في شمال وشرق سوريا كمرأة سورية بأنها قادرة على أن تصنع سوريا المستقبل، سوريا التعددية اللامركزية التي تؤمن بإرادة المرأة وأن تكون المرأة هي الجزء الأساسي. هاولين هيجا هندزانين كونفرانسا ميرو دبين سلوغانا بهفگردنا جنان امي سوريا كي ديمقراطي نناوندي يگردي آوا بكن اف كونفرانس ددمكي وهذا تايبت ددمكو اريش النظن لسر جنان لسر هبونا جنان لسر ناسنامه جنان تنكرن كونفرانس ما كونفرانسي يكريزيا هالوسطى جنين سوري كو امجفي قادي بنارين كي هفش جبونا سوريا كي ديمقراطيك سوريا كي ننافندي سوريا كي برنجي املي بدا لهف كومبونن بكوجرن جنان دخوازن ببن بدبرسيارن في وضعتي كوجرن جنان دخوازن نها بكن بدبرسيارن جواكا سوري ياكو 13 سالن دتواهی باجاران ده بناور بجوک مزن ده پیشنگتی جن و جوانان ده برخودانک دیروکی جبونا جیانکی آزاد جیانکی وکف جیانکی عدالت تمشاندن ده پیشنگتی جن و جوانان ده لسوری جبونا جیانکی آشیدیانه جیانکی آرام تکوشین هاتیه مشاندن نها سیاست اکو نها دخوازن لسر ما بدن مشاندن سیاست اکو قرقرنه تنقرنه لو ماجي روجانا خباطي خواه لسر بي اساسي ددن مشاندن کوکوژر جنان دکن بر پرسیاری سوری دا آلیه کی دن کومکوژیان لسر جنان دکن دا آلیه کی دن پارچه رش لسر جنان فرز دکن دا آلیه کی دن ده کومیته سازی بون ریببرین کو آوا دکن دنگ ماف هبول و مهراجن تیده تنیه جبان آویجی کومیته دستور آوا کرن کومیته حل بجارتنا آوا کرن کومیته سیاسی آوا کرن کومیته پیوندی آوا کرن
جبان آوان پرزگریکان آوا کرن ده تواهی بشاند جن تیده تنیم جبان آویجی عمل ورد بیجه دستوره کی کو مافی جنان تیده تنبه دستوره کی کو مافی گلان تیده نه پاراستن دستوره کی کو هبونا جن و گلان تیده نه نفساندن اموی دستوری قبول ناکن حشمتیه کی کو سیاست کی پولیتیک کی کو شورش جن دستکفتی جن هبونا جن جندیدی دحسبینه اموی سیاسته و اموی رژیمه ام جتنه دحسبینه جبان اویجی و سوری به پرنگی خوب به سوریه کی دموکراتیک و سوری به پیکاته خوب به سوریه کی دموکراتیک و سوری به موزاییک خوی لسوری به پیکاته خو به گلین خو به جنان به جوانان به هیوی کو 13 سال تکوشینه دکن و بام به سوریه کی دموکراتیک ایدی نمادکارن مبگرینن دمی کو دخواستن وکی نبری 2011 سیستماتون نگرن اجاره گدن لسر ما بدن فرض کرن ایدی هم ده 100 سالا 21 دنن 100 سالا آزادیه 100 سالا وکویه 100 سالا آشیدیه 100 سالا آشیدی و جواکا دموکراتیکه 100 سالا کو گلین هرمه پیکاتین هرمه به هبر جیانکی آزاد جیانکی دموکراتیک آوا بکن آرمان جمع اوه جبو سوریه کی دموکراتیک نناوندی پرنگی پرچاندی پرئولی پرزمانیه ده سوریانو ده دبیکو مافی جنان ده دستوری ده وره پاراستن ده سوریانو ده دبیکو کوتا پنجی سدی ست یا جنان وره پاراستن ده سوریانو ده دبیکو هبونا ریخستنین جنان تفگرین جنان پارتین جنان سازین جنان وره پاراستن جبان اویجی و سوريا بفيرنجي بسوريا كي ديمقراطيك. أيها الحضور الكرام، إننا اليوم من نساء الرقة والطبقة ودير الزور جئنا ونحمل على عاتقنا مسؤولية تاريخية في بناء مستقبل سوريا. لقد عانينا ما عانيناه من ويلات الحرب والظلم، وخاصة في ظل حكم تنظيم داعش الإرهابي الذي جثم على صدورنا وحاول طمس هويتنا وإلغاء دورنا في المجتمع. لقد تجرعنا مرارة القمع والاستعباد وشهدنا أفظع الجرائم باسم الدين والتطرف. وفي ظل حكم هذا التنظيم الظلامي تعرضنا كمرأة سورية للقتل الوحشي بدم بارد، وللخطف والاختفاء القسري، وللرجم بتهمة باطلة، وللاغتصاب الوحشي الذي يترك ندوبا لا تمحى. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل واصل الإجرام إلى بيع النساء في سوق النخاسة وتحويلهن إلى سلعة تباع وتشترى في أبشع صور الامتهان والتحقير. لم تقتصر هذه المعاناة على مناطقنا، بل امتدت لتطال نساء الساحل السوري ونساء السويداء اللواتي تعرضن أيضا لانتهاكات مروعة نتيجة الفكر المتطرف، وإن اختلفت في الشكل والتفاصيل. أيها الحضور الكرام، في خضم هذه الظروف الصعبة لم تستسلم المرأة السورية، بل أخذت على عاتقها دور الحماية والدفاع عن نفسها ومجتمعها. لقد انخرطنا في صفوف وحدات حماية المرأة وقاتلنا ببسالة وشجاعة ضد تنظيم داعش، وقدمت المرأة أروع ملاحم البطولة وأروع الأمثال في التضحية والفداء. وفي هذا المقام اسمحوا لي بأن أتوجه بتحية إجلال وإكبار إلى وحدات حماية المرأة وقيادتها، وإلى قوات سوريا الديمقراطية وقيادتها، وإلى قيادتنا السياسية الذين قاتلوا وقدموا الغالي والنفيس في سبيل تحرير أرضنا وحماية شعبنا. وصانعات التغيير، بإرادتنا سنبني سوريا الديمقراطية
الديمقراطية الحرة التي نحلم بها، وبشعار جن جيان آزادي ستكتب سوريا، سوريا المستقبل، سوريا اللامركزية التي تؤمن بالمرأة، المرأة الحياة الحرية. سلام ومحبة. سبيون ودنيشة تسوروية بونينان دعتيد ديمقراطيته هو شعار المؤتمر الذي رفعناه اليوم بإرادة النساء السوريات نبني مستقبلا ديمقراطيا. سأتحدث كما طلب مني عن مفهوم العدالة الاجتماعية، وطبعا يعني أنا أعتقد قد لا يسعفنا الوقت أن نتحدث بشكل مطول، وسأحاول الاختصار قدر الإمكان. لكن من المهم أن نعرف مفهوم العدالة الاجتماعية وكيف تطور هذا المفهوم حتى وصلنا إلى اليوم. مفهوم العدالة الاجتماعية هو مبدأ يقوم على المساواة والإنصاف في توزيع الحقوق والفرص والموارد بين أفراد المجتمع كافة دون تمييز بين العرق والجنس أو الدين أو الطبقة الاجتماعية. وظهور هذا المصطلح في القرن التاسع عشر استخدمه الكاهن الإيطالي لويتشي دا بارلي هذا المصطلح لأول مرة عام 1840 للدفاع عن الفقراء ومساواتهم مع غيرهم وتحقيق العدل بين أفراد المجتمع. ومن ثم انتشر هذا المصطلح العدالة في أواخر القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين مع تطور الصناعة وظهور العديد من النظريات الفلسفية والقانونية التي بحثت عدم المساواة الاقتصادية والسياسية بما في ذلك منظمة العمل الدولية في عام 1919. تطور مفهوم العدالة الاجتماعية تاريخياً بإيجاز. وجدت بعض الأفكار المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في العصور القديمة وتمثلت في المساواة أمام القانون في حضارة ما بين النهرين، وكان هذا أول ظهور للعدالة الاجتماعية. والعصر الروماني من ثم، وأيضا في حضارة المصريين. هنا أريد أن أتحدث بشكل خاص عن العدالة الاجتماعية في حضارة ما بين النهرين. حوالي الألفية الثالثة قبل الميلاد ظهرت المفاهيم الأولى للعدالة الاجتماعية مع إصلاحات الملك الأكادي أوركاجينا، وذلك حوالي 2355 قبل الميلاد. طبعا هذا القانون إذا أردنا أن نسميه قانون كان يهدف إلى مكافحة الفساد وحماية الضعفاء. هذا كان المفهوم الأول للعدالة الاجتماعية. أن في شمال شرق سوريا على مساحة العالم، وأنا أتكلم بكل جرأة وصراحة بأنه لا يوجد هذا التطبيق الفعلي لحق دور المرأة كما يوجد في شمال شرق سوريا. شلون؟ ليش؟ بهي المساحة الصغيرة وبهاي البقعة الجغرافية التي تقع في الشمال الشرقي طبق ما يمكن أن ينصفني أنا كامرأة وينصف أب جنسي. كيف؟ شو الأسباب؟ طلع العالم لما عم يدرسوا الواقع في شمال شرق سوريا، ودراسات جدية وليست دراسات اعتباطية، لأن المرأة في الغرب تعاني كما نعاني، هي كمان ضحية، لكن ما لا يسلط الإعلام الضوء على وضع المرأة كضحية، دائما بجانب آخر. ما يعنينا أن تطبيق فكر القائد والفيلسوف طبق كما فهمته الإدارة وإنجازاته واضحة على الملأ. كيف أستطيع أنا في سوريا على كامل المساحة الجغرافية أن آخذ أو أتعاون مع هذه الإدارة لجعل هذه المفاهيم قانونا حقيقيا أتعايش وأعيش به؟ كيف؟ بدي كمان العنصر الثاني وهو الأساسي، أن تكون السلطة، أي سلطة تأتي
أن تؤمن بهذه الفكرة بغض النظر عن مكانها الجغرافي. هل تحقق هذه الفكرة أو هذا الدستور المعني في هذه المنطقة أحقية وجود المرأة وأن تمارس حياتها الطبيعية على كافة المستويات؟ هل يحقق شيء في بناء المجتمع؟ إذا انطلقنا نحن في سوريا كاملة من هذه القاعدة، أنا أستطيع كمراقب وكباحث أن أقول بأننا قد خطونا نحو بناء سوريا جديدة، بناء سوريا جميلة ترعى الجمال بكل مفاهيمه، من أصغر عنصر إلى أكبر عنصر ممكن أن يحقق لي سيادتي على نفسي أولاً، على المحيط حولي، لأبني جيلاً يتمتع بما أتمتع به أو ما ناضلت لكي أتمتع به. بتشكركم، بتشكر القائمين على هذا المهرجان الجميل، أنا خليني أسميه لأنه أحب الجمال في كل صوره، وأحب أن أرى أنني صورة لكل الوجوه الموجودة. نحن نمثل بعضنا. نحن كنساء أرمنيات نحمل في ذاكرتنا جراح الإبادة ومرارة التهجير، ونعرف جيدا معنى الفقدان والإقصاء، لكننا ومن رحم هذه المعاناة ولد فينا الإصرار على الحياة والتمسك بالحرية والمشاركة الفاعلة في كل ما يبنى السلام والديمقراطية في وطننا. إننا نؤمن إن الديمقراطية الحقيقية لا تبنى بالقوة ولا بالإقصاء، بل بالاعتراف بالتنوع وبالمساواة الكاملة للمرأة وبإشراكها في القرار السياسي والاجتماعي كقوة مؤسساتية لا كعنصر تابع. ولهذا نؤكد التزامنا بالعمل جنبا إلى جنب مع شقيقاتنا من جميع المكونات لبناء مجتمع سوري تعددي ديمقراطي لا مركزي يحفظ كرامة المرأة ويصون حقوق كل الشعوب. إن صوتنا اليوم ليس فقط صوت الحاضر، بل هو امتداد لذاكرة أمهاتنا اللواتي عبرنا دروب الألم ليتركن لنا وصية المقاومة، ونحن نقول سنحول الألم إلى قوة والذاكرة إلى وعي والصرخة إلى طريق نحو مستقبل مشترك. ويدا الرفيقة إيناس نعيم. باسم كل امرأة واجهت الحصار بصبر، وكل أم دفنت شهيدها بكرامة، وكل فتاة رفضت الذل وتمسكت بحقها في الحياة والحرية. مشاركتنا في هذا المؤتمر لا لنروي الألم فقط، بل لنعلن موقفا ونمد يدنا لكل النساء الحرائر من أجل بناء جبهة نسائية موحدة تعيد الاعتبار لدور المرأة وتضعها في قلب المرحلة القادمة. نحن نؤمن أن العلاقات بين مكونات المجتمع يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل لا على الإقصاء أو الهيمنة. فالتعددية ليست تهديدا بل ضمانة للحرية، والمرأة أيا كان انتماؤها هي أساس بناء مجتمع عادل تعددي يحترم الجميع ويشرك الجميع. لقد عانت المرأة السورية من التهميش وتم تغييبها عن الدستور وعن مواقع القرار، لكننا نؤمن أن القضية الحقيقية تبدأ من الاعتراف، من التمثيل، من الشراكة، من أن تكون المرأة جزءاً من صياغة المصير لا مجرد متفرجة عليه. للرماد من تحت ركام الحرب ارتفع صوت المرأة السورية ليقول: لن نكسر، لن نهزم، الحرية هي جوهر الكرامة الإنسانية. منذ اندلاع الأزمة السورية لم تقبل المرأة أن تكون شاهدة صامتة على القتل والدمار ولا أسيرة للخوف واليأس، بل تقدمت الصفوف الأولى تواجه الرصاص والخط والذهنية الذكورية بصدور ملؤها الإصرار لتصرخ في وجه الطغاة وتعلن أن الحرية هي جوهر الكرامة الإنسانية. لم تكن للمرأة السورية يوما ضحية، بل كانت ولا تزال
روح الثورة وصوت الكرامة، حولت جراحها إلى قوة ودموعها إلى سلاح، وقادت مشروعا تحرريا كتب في ملاحم التاريخ. واليوم صرختنا واحدة وهتافنا واحد: الحرية حقنا، النضال طريقنا، المقاومة شعارنا. فلننهض جميعا ولتملأ أصواتنا الشوارع والميادين، ولترتفع الرايات مثبتة أن المرأة هي قلب الثورة النابض وشرارتها التي لا تنطفئ. إن ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا لم تكن مجرد انتفاضة عابرة، بل كانت مشروعا وطنيا تحرريا سعى إلى تحرير الفرد والمجتمع من منظومة القمع والهيمنة، لأنها وضعت أساسا تنظيميا وفكريا راسخا. فمنذ انطلاقتها في 19 من تموز لعام 2012 من مدينة كوباني استندت على فلسفة جعلت من الأمة الديمقراطية ركيزة لها، وفق ما طرحه القائد عبد الله أوجلان الذي اعتبر حرية المرأة عماد أي تحرر مجتمعي. من هذا المنطلق لم تكن مشاركة المرأة في هذه الثورة رمزية،